مفيش مقارنه اصلا. بيرسي ده وشطه بكوره. تشجع مين محلي؟ الزمالك. اتفرجت امبارح على قرعه كاس العالم؟ اتفرجت على قرعه كاس العالم. طب شايف مجموعه النادي الاهلي عامله ازاي؟ مجموعه سهله شويه. يا راجل، ايوه حلوه، بس انتر ميامي هو الفريق الصعب شويه. انت شايف ان قرعه كاس العالم او المجموعه اللي فيها الاهلي سهله؟ سهله جدا. سهله جدا، هو بس يعدي من بورتو ويعدي من انتر ميامي. طب شايف احنا هنعمل ايه اول ماتش مع انتر ميامي؟ انتر ميامي ربنا يستر بقى، ميسي وسواريز وبوسكيتس وجوردي ألبا، ربنا يستر. اتمنى اكيد الاهلي يكسب، مع طب اني زملكاوي يعني. طب شايف النادي الاهلي ممكن يوصل لفين؟ يا رب يعدي من المجموعات. طب ما تيجي كده نعمل مقارنه مع بعض من تشكيله الاهلي والزمالك. يلا. جاهز؟ يلا. محمد الشناوي ولا محمد عواد؟ محمد الشناوي دلوقتي. محمد الشناوي، بس عواد مقدم اخر فتره مستويات جامده جدا. ابو عمر جابر ولا اكرم توفيق؟ كاوفرات عمر جابر، كجرينتا في الملعب اكرم توفيق. تختار مين فيهم؟ عمر جابر. رامي ربيعه ولا المسلوس؟ مسلوس. مسلوس. حسام عبد المجيد ولا ياسر ابراهيم؟ حسام عبد المجيد طبعا، بعد اللي اشتغل على نفسه، بعد ما عرف ان هو يقوي نفسه ويجيب معدين معاه والكلام ده كله. لا، حسام عبد المجيد رقم واحد، وان شاء الله ياخد مكان في المنتخب جنب رامي ربيعه. بنتايك ولا يحيى عطيه الله؟ مستوى متقارب شويه، بس بنتايج برضه. انا بتكلم برضه في الجرينتا، انا بحب اللعيب اللي فيه جرينتا في الملعب، بحب اللي هو بيقاتل على الكوره، مش بحب اللي هو اوفر او اعمل شو خلاص. لا، انا بحب اللي هو اللعيب اللي بيبقى روحه على الفالنه بجد، اللي هو بيحب الفالنه اللي بيلعب بيها. انت شايف ان يحيى ما عندوش كل اللي انت قلت ده؟ عنده، بس اللي هو انا شايف ان بنتايج احسن شويه في النقطه الدفاعيه عن النقطه الهجوميه. دونجا ولا مروان عطيه؟ مروان عطيه. مروان عطيه احسن سته في مصر. عبد الله السعيد ولا امام عاشور؟ ما تتكلمش معايا على عبد الله السعيد، عشان اخر اسيست هو عامله ما حدش كان يتوقعه عمل اسيست عالمي. بس فانت ما تتكلمش بقى في نقطه زي كده، ان عبد الله السعيد خبراته 39 سنه ولسه بيدي لحد دلوقتي في الملعب من غير مشاكل زي امام عاشور. لا، انا شايف ان عبد الله السعيد في حته تانية خالص. كوكا ولا ناصر ماهر؟ ناصر ماهر. الاهلي خسره. ناصر ماهر. ناصر ماهر جنب عبد الله السعيد عاملين شغل جامد جدا في نص الملعب الصراحه، واحد منهم بيغيب الدنيا بتبوظ. كوكا في وسط الملعب صعبه شويه، هو حلو مش وحش، بس انا ناصر ماهر بتكلم برضه عن اللعيب المهاري، بحب اللعيب المهاري اكتر. حسين الشحات ولا مصطفى شلبي؟ لا، حسين الشحات طبعا، ما فيهاش مقارنه. مصطفى شلبي بيقعد يجي يمين وشمال وما بيدوش مصلحه. زيزو ولا بيرسي تاو؟ مفيش مقارنه اصلا. بيرسي ده وشطه بكوره. زيزو طبعا. زيزو ياخد 5 مواسم ورا بعض احسن لعيب، وبينافس على احسن لعيب في افريقيا، ما تقدرش تتكلم دلوقتي. اسامه ابو علي ولا ناصر منسي؟ ناصر منسي دلوقتي في غياب وسام ابو علي بعد الاصابه، لكن في وجود وسام ابو علي وناصر منسي، لا، وسام ابو علي طبعا احسن محترف فلسطيني، وربنا ينجي اخواتنا الفلسطينيين من اي حاجه وحشه ليهم. لو الاهلي والزمالك هيتقابلوا بكره مين هيكسب؟ الزمالك. الزمالك في اي وقت، وواثق فيه، واثق فيه في اي حته، في ان هو يعمل اي حاجه. عمري ما راهنت على ماتش اهلي والزمالك ماشي، بخسر من الاهلي، بس انا بكسب برضه. ما بيزعلني كتير، بس برضه بيفرحني. ما اقدرش انكر اي حاجه من الزمالك عملها لي، ان انا اتربيت في الزمالك وكنت بلعب في الزمالك وكل حاجه. الزمالك بالنسبه لي هو عشقي زملكاوي زملكاوي جدا. اهي. عايز تقول اي حاجه قبل ما ننهي الحلقه دي؟ عايز اقول يا رب اشوف الزمالك احسن نادي في افريقيا كله، وناخد السادسه بعد الكونفدراليه.